اهلا اهلا اهلا، مبسوط بالتفاعل اللي حصل على الحلقات اللي فاتت وممتن جدا ليكم، فشكرا جدا 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 جدا. اتكلمنا قبل كده بشكل بسيط عن منطقة الراحة، فانا جاي اقول لك كل حاجة عنها المرة دي. وعايز اقول لك ان الكومنتات مش مجرد بس انك بتشجعني او بتكتب كلمة حلوة ليا، ده مكان مخصص ليك. لو عايز ان انا اتكلم في اي موضوع او اي حاجة نناقشها، يا ريت تكتبها في الكومنتات واحنا نتكلم عنها الفيديو الجاي. ممكن برضو تبعت على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. الكومفورت زون او منطقة الراحة، في الاول كده انا عايز اقول لك يعني ايه منطقة الراحة اصلا. منطقة راحتنا الحياة بتبقى امان ووردي، كل حاجة تمام، انا مش بعمل حاجة جديدة، فانا مبسوط حاليا. مجرد اننا بنعمل الحاجات اللي متعودين عليها كل يوم. هتيجي تقول لي طب ما ده حلو، ليه بقى عايزنا نخرج من الروقان ده؟ هقول لك ان كل خطوة بتاخدها انك تخرج من منطقة الراحة دي بتساعدك على النمو والتطور والنضج. وساعات مش بنبقى في مكاننا، زي الشغل مثلا او وظيفة معينة انت مش حاببها، او مجال دراسة، او انت في كلية انت ما كنتش عايزها بس تأقلمت مع الموضوع، بس انت متعود عليها، فالموضوع بالنسبة لك بقى عادي. مع الوقت بتستسلم وتتأقلم مع الوضع، وبيبقى اريح لك الموضوع ده عن انك تبدأ حاجة من جديد. وطبعا ده يخليك في مكانك محلك سر، مش هتكون في مكانك الحقيقي اللي انت فعلا عايز توصل له. دايما خايف انك تطلع بره منطقة الراحة رغم انك مش مبسوط واحلامك بره المنطقة دي. ليه صعب اسيب منطقة الراحة؟ بكل بساطة في 3 اسباب معروفين لحد دلوقتي: الخوف من المجهول، والراحة في الروتين، والعادات الثابتة. اولا الخوف من المجهول. كل حاجة متوقعة في منطقة الراحة، عارف ايه اللي هيحصل في الشغل، هقابل مين، المدير هيطلب مني ايه، هعمله له واريح نفسي وارجع رايح من نفس الطريق وجاي من نفس الطريق. فما انت بتحاول تغير ده بتخاف بقى من اللي هيحصل، وتفضل تسأل نفسك ليه هعمل حاجات انا مش عارف عنها حاجة؟ يا ترى لو سبت الشغل هلاقي شغل تاني احسن، ولا هرجع اندم بعد كده؟ وفي اللحظة دي بتختار انك تكمل في نفس الطريق اللي انت مش عايزه اصلا، او اللي انت مش حابه. الخوف من المجهول هو اخطر حاجة ممكن ما تخلكش تخرج من منطقة الراحة. ثانيا الراحة ومتعتها واغراءها. انا مرتاح يا عم كده، ما تسيبني زي ما انا. تحس ان الراحة دي بتفضل تشدك زي ما انت كده، واللي هو اقعد ما تتحركش بالله عليك. حتى لو اتحمست شوية انا هبدأ اعمل كونتنت، هبدأ اعمل محتوى والكلام ده كله، تيجي يومين 3 وتقعد. وانك تقعد ده بقى لانك مش مرتاح، فهتبطل الحاجة اللي انت اخترت تعملها. ودايما خليك واثق ان الراحة والتطور عمرهم ما هيمشوا في نفس الطريق، وساعات انت بتيجي على نفسك وبتخاطر بالتطور ده عشان انك تكون مرتاح. فمثلا جالك اوفر او عرض حلو في مكان بعيد شوية، ممكن ترفضه لانك ضامن المكان اللي انت فيه. تالت حاجة بقى العادات الثابتة. انك تحاول تضيف عادة جديدة في يومك، زي انك تنام بدري وتصحى بدري، عمره ما كان سهل وكلنا عارفين كده، والسبب في ده هو عاداتك الثابتة. وهنا صعب انك تنام بدري عشان انت اصلا اوريدي عندك عادة اللي هي السهر. انك تبدا تروح الجيم او تتمرن او اي حاجه مفيده في حياتك، انت عارف انها مفيده بس ما بتعملهاش، فده بقى بسبب ان منطقه الراحه عندك مسيطره عليك ومش عايزاك تبدا تعمل حاجه جديده او تتعب نفسك. هتقول لي طب ازاي نخرج من منطقه الراحه؟ اهم حاجه تعرف المستوى اللي انت هتقدر تتحمله، وانك ما تزودش على نفسك فجاه كل حاجه، لانك لما تضغط على نفسك فوق طاقتك هترجع تاني لنقطه الصفر وهتبطل. وافضل طريقه انك توسعها تدريجيا وتكون طيب مع نفسك وتاخد كل حاجه بالراحه. ودلوقتي هنسال سؤال مهم: ليه المفروض اجي على نفسي واخرج من منطقه الراحه؟ والجواب على الموضوع ده ان خروجك من منطقه الراحه هيخليك تتطور وتوصل لحاجات كبيره قدام، وهتكتشف حاجات كتيره عن نفسك انت ما كنتش تعرف عنها حاجه، وهتكون حاسس بفخر كده مع نفسك بالانجازات اللي انت حققتها. وركز معايا بقى عشان هديك 12 خطوه عشان تخرج من منطقه الراحه. واول حاجه انك تعمل حاجه انت بتحبها، حاجه انت كنت عايز تعملها بس ما عملتهاش، رياضه معينه، تتعلم مهاره معينه، تصور اول فيديو ليك. بس للاسف الحاجات دي كلها فضلت جواك وما بداتش فيهم. فعايز اقول لك يا صاحبي ان انت مش لوحدك، ناس كتير قوي وانا كمان منهم عندنا حاجات كتير ما عملناهاش، بس الفرق بيني وبينك حاليا ان انا بدات اعملها وانت لسه واقف مكانك. انا هوصل ان شاء الله عشان انا بدات، فالدور عليك يلا. فنصيحتي ليك بجد ما تبداش كذا حاجه مع بعض، والمهم انك تختار حاجه واحده بس. تاني حاجه بقى اعمل تحدي مع نفسك لمده 30 يوم، مش شرط 30، خليها 20 يا عم. لو زي انا كده وبتحب انك تصور فيديوهات، فصور فيديو كل يوم وليكن مثلا لمده 30 ثانيه، وكرر الموضوع ده 30 يوم. كل يوم زود حاجه عن اليوم اللي قبله. ومع الموضوع ده اسمع فيديوهات: يعني ايه ايزو، يعني ايه شادو، يعني ايه شاتر سبيد، ازاي اظبط الاضاءه بتاعتي، ازاي اعمل كذا، ازاي اعمل كذا. ونفس المثال ده على كل حاجه. لو رياضه مثلا، اتدرب كل يوم 5 دقائق يا عم. كده بكل بساطه انت بتبرمج عقلك، وهتلاقي الحاجه اللي كانت بره منطقه الامان بتاعتك بقت جواها، وبقت مرتاح وانت بتعملها، وبقت جزء من حياتك. وخليك عارف ان الوصول ل1000 ميل بيبدأ بخطوة. وتالت حاجة انك تغير روتينك، حتى لو الروتين ده جامد جدا، لانك في الاخر هتزهق. اعمل اي حاجة مختلفة. والله انا بذاكر في الركن ده، النهارده انا هذاكر هنا. حاجات بسيطة مش هتفرق معاك، بس هتفرق في يومك وانتاجيتك.
إنتاجيتك هتفرق في يومك وإنتاجيتك. مش عاجبك الأوضة اطلع يوم في الأسبوع كده، روح أي ورك سبيس، اشتغل في كافيه، روح مكتبة مرة في الأسبوع. حتى خروجاتك مش كل يوم هتروح البلاي ستيشن، استكشف الدنيا اللي حواليك، روح كافيه معين، غير غير غير. وكل ما هتغير كل ما هتقابل ناس جديدة، كل ما هتتعلم أكتر. رابع حاجة بقى يا صاحبي، زود مهاراتك. كل مهارة بتتعلمها هتزود فرصك إنك تترقى مثلا أو توصل لشغل أحسن من اللي قبله. أنا النهاردة بذاكر ماشين ليرنينج بس، فشوف ماشين ليرنينج وتدوس معاه ديب ليرنينج. والله انت بقيت كويس في الاثنين، خلاص خش بقى على الكمبيوتر فيجن والان ال بي. فزود مهاراتك، مش تخسر حاجه. ما تفضلش في مكانك، لان انت لو فضلت في مكانك غيرك هيتعلم ده وده وده، ومع الوقت كل حاجه بتطلع جديده، فانت هتفضل في مكانك فهتنزل. مفيش حاجه اسمها هفضل في مكاني، يا اما انت بتطلع يا اما انت بتنزل. حتى لو الحاجات اللي بتتعلمها دي مش هتعود عليك دلوقتي، مصيرها هتيجي وقت وتحتاجها. خامس حاجه بقى يا صاحبي، انك تواجه الخوف. انت عارف ان انت خايف من انك تعمل الحاجة دي، اعملها. واجه الموضوع ده، امشي فيه رغم انك خايف. لو بتخاف مثلا انك تحضر مؤتمرات، خش لينكد ان دعبس، دور، شوف مين اللي بيحضر دايما، اتصاحب عليه. ايه يا صاحبي كذا، يبقى خدني معاك المرة الجاية. ومع الوقت هتنزلوا سوا كذا مؤتمر، والموضوع بالنسبة لك هيبقى عادي. سادس حاجة، الكتابة. اقفل اوضتك وابعد الموبايل عنك، واقعد اكتب اي حاجة. اهدافك، احلامك، نفسك تبقى فين بعد 3 4 سنين، ايه الحاجه اللي انت نفسك توصل لها، والحاجه دي انا ما بوصلهاش ليه، ايه الاسباب اللي مخلياني مش عارف اوصل لها. انا مثلا عايز اسافر العالم كله بس مفيش فلوس، فبدات اشتغل على الموضوع ده والحمد لله ذاكرته قبل ما اتخرج، كنت بدي كورسات والحمد لله يعني بقى معايا فلوس للسفر. هل الفلوس دي كافيه للسفر؟ هي بس في حاجات اهم هتجيب لي فلوس بعد كده لو انا حطيت فيها الفلوس دي. فهنا موضوع الاولويات بقى الحاجه تانية، وما كنتش هكتشف ده لو ما كنتش كتبت بايدي هدف واضح ان انا عايز اوصل له. وسابع حاجه، انك تخلي اهدافك سمارت، specific, measurable, achievable, relevant, time bound. اهداف تكون محدده، قابله للقياس، يمكن تحقيقها، واقعيه، متعلقه بوقت معين. يعني مثلا هدفي ان انا انشر 10 فيديوهات في 3 شهور، فهنا الهدف ده محدد اللي هو 10 فيديوهات، وقابل للقياس ان انا كل شهر اشوف انا وصلت لفين وفاضل لي قد ايه. 3 4 فيديوهات كل شهر هيخلصوا ل 10 فيديوهات في ال3 شهور. وبالنسبه للواقعي انا قلت 10 فيديوهات بس، ما قلتش 100 فيديو. وقت محدد، وقت اللي هو 3 شهور بس، ما قلتش مثلا عايز انشر 10 فيديوهات وخلاص. فخد المثال ده وطبقه على كل اهدافك. ورقم 8، خطوة واحدة كل مرة. وزي ما قلت لك ان رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة. وتاسع حاجة بقى، انك تكون بالراحة على نفسك، وعادي انك ما تحققش الهدف من اول مرة. كلنا بنفشل اول كام مرة ومحدش بيوصل بالساهل. عاشر حاجة بقى، خليك ايجابي وتشوف كل حاجة حواليك بتفاؤل كده وما تفضلش تصيح. ورقم 11 بقى، قضي وقت اكتر مع الناس الناجحه. الواد صاحبك الشاطر اللي تلاقيه دايس في اي حاجه، تلاقيه فهمان في كل حاجه، واي حاجه يعني اي حاجه مفيده، صاحبهم لانهم هيأثروا عليك وهيشدوك. وسيبك بقى من فكره ان الشاطرين دايما يهود وعايزين يبقوا هم بس الشاطرين. بالعكس خالص، اي حد ناجح سوي نفسيا هياخد بايدك وهيشدك معاه. ودلوقتي هقول لك على شويه مكافآت لو قررت تسيب منطقه الراحه. انك تتعامل مع حاجات انت مش متعود عليها هيخليك شخص فليكسبل كده، اللي هو عيل مدردح بمعنى اصح، اللي هو هتتعامل مع اي حاجه، اي موقف هتتحط فيه هتلاقي نفسك بتسد، لان الحياه غصب عنك هتخليك تتحط في مشاكل وحوارات. فلما تكون متدرب اصلا من قبل كده، انا مستعد وجاهز. تاني حاجه، انك هتحقق ذاتك وتنمي مهاراتك، لانك بكل بساطه لو كنت فضلت مكانك الزمن هيجي عليك وهتطرب مع الوقت. تالت حاجه بقى، انك هتثق في نفسك، لاننا فعلا بنكون واثقين بالحاجات اللي احنا عارفينها، والحاجات اللي انت ما تعرفهاش هتكون فيها ميه البطيخ حرفيا. فكل ما بتوسع دايره معلوماتك كل ما بتعرف حاجات اكتر عن الحياه، وده هيخليك واثق من نفسك اكتر، وانك تحقق حاجات انت كنت عايز تعملها هتبقى فخور بنفسك، وده هيزود ثقتك في نفسك. رابع حاجه، ندم اقل. مش هتفضل تندم على حاجه انت ما غيرتهاش فيك، ومش هتندم على القرارات اللي انت ما عملتهاش لانك اوريدي انت عملتها. وفي النهايه حابب اقول لك، لو عايز تعيش الحياه اللي انت حاببها بجد وتحقق احلامك واهدافك، لازم تخرج من منطقه الراحه. ودي كانت الحلقه الخامسه من خطوه للتغيير. وكالعاده زي ما بقول لك، الكومنتات مش مجرد انك بتشجعني، لا، انت بتكتب اي حاجه انت عايز تستفسر عنها وانا هجاوبك الفيديوهات الجايه. وانا عمر ابو رزق وبتمنى لك التوفيق. دمتم بخير.